نتكلم دلوقتي ان عندنا مشكله في التصميم، عايزين نعرف ايه المشكله اصلا. اول حاجه، لا عندي تدريج التصميم. لما نيجي نبص طبعا هو في شطات تانية حلوه جدا. يعني خلينا نمسك ده مثلا، هنبص كده على الماتيريالز اللي هنا دي مثلا. يعني عملنا زوم كده، الخامه باينه طبيعيه اهو. الارضيه هنا الخامه باينه بتاع السجاده طبيعيه، السيراميك طبيعي، هنا طبيعي. اوكي، الكوبايات حلوه. فاساسي عندي في الشطات الماتيريال، لان التصميم شكله خامه ولون، خامه. فانا عندي هنا الخامات حلوه قوي اهي، ماتيريالز كويسه واضحه عندك ياسمين. اوكي طيب. والله كنت اقول حاجه سيده هيعمل ايه اهو، ما سمعت صوت. ماشي خلاص. الكوبايه الكلام ده كله الماتيريالز كويسه جدا. تمام طيب عظيم. تعالى بقى ناخد الشوط اللي احنا كنا عايزين نحكي فيه شويه. هنبص على الشوط ده. الشوط فيه مشاكل. ايه المشاكل؟ اول حاجه، انا شايف لون ابيض بس، مفيش عندي تدريج في الالوان او في اختلاف في الالوان، ولا عرفت حتى ان انا اعمل تدريج بالاضاءه. اوكي، يعني الاضاءه مش لعبالي عمليه تدريج، ولا تدريج في درجه اللون اللي قدامي او الماتيريال نفسها. بالتالي انا شايف لون ابيض. طيب لما جت عيني اتسحبت على ايه؟ انا بحكي لكم السيناريو اللي العين بتبص عليه كعميل. لما جيت اسحب عيني بقى عشان ابص في الديزاين بتاعي، اتسحبت على القطعه دي نسبيا على السفره على القطعه دي. طب لو جينا بصينا على القطعه دي هنلاقي فيها مشاكل. الزاويه بتاعتها مش صح، السكيل بتاع الكرسي كانه مبطط. العميل مش هيفهم ده، العميل هيحس ان الكرسي فيه مشكله وخلاص. مشكلتها ايه؟ احنا اللي نقول. اوكي، القطعه اللي هنا دي اللون بتاعها مقتول قوي، مفيش عنده مصدر ضوء يديله رونق او يديله بهجه، فمش كاسر الحته دي. طب تعالى بقى نبص على الديفوهات اللي قدامنا. بص تلبيسه الباب دي عامله ازاي. انتوا معايا؟ ده التصميم الكام لينا ده؟ التاني. طيب الاول في التريننج. اول لا انا بتكلم تريننج. اول تريننج اول. اوكي خلاص. التلاجة هنا الريفليكشن اللي حاصل ده مبهدلني. خدوا بالكم صوتكم مش هيبقى طالع معايا، اتكلموا انتوا عادي، يعني الصوت من عندي من هنا، بتكلموا عادي، خدوا راحتكم. اوكي طيب. ايه تاني عندنا في مشاكل في الديزاين بتاعنا او في التصميم؟ تعال بص كده. ايه دي اللي فوق الكتب؟ فاهمني؟ ليه؟ يعني مين هيعمل كده؟ هي كقطع حلوه وكتاب حلو، بس ايه اللي فوق الكتب بس؟ كل الاخطاء التصميميه دي، القطعه اللي هنا دي انا محتاج ان انا اشوفها منوره. هي بتنور، اللي هيبص مش هيعرف، انا عارف عشان ديزاينر، لكن العميل هو مش فاهم دي ايه. خلاص، فانا بكلمك بفكر العميل. فالعيوب اللي عندنا هنا ايه؟ اول حاجه عيب الوان، تاني حاجه عيب الشط نفسه متاخد بطريقه مش الطف حاجه او مش احسن حاجه. احنا يا جماعه بناخد تصميم نقد بناء، مش بنقول ان هو وحش، احنا بناخد اللي يطور الديزاين. خلاص. الخامات المستخدمه هنا مش باينه مع اللون. يعني لو الالوان دي غامقه كنت هتحس، بص غامقه بس كنت هتحس الموضوع افضل من غير ما نعمل حاجه. يعني مختار غوامق بس. خلاص، غوامق تديك احساس الاختلاف في التدريج في الاضاءه، لكن انا هنا الضوء فاتح مع لون ابيض مديك فاضي. فاهمني؟ بس ده بالنسبه للكلام ده. الشوت ده برضو، بص مقصوص القصه دي مش صح خالص كشوت، مش مريح بصريا. فاهمني؟ رغم ان انت حاطط اوبجكتس حلوه قوي، يعني انا عاجبني الاوبجكتس وعاجبني الماتيريالز اللي هنا حلوه جدا. فانتقاء الماتيريال ايه الحكم بتاع؟ الحكم بتاع انها تكون واقعيه، ده الحكم. بص القطعه دي، بصوا واقعيه، انا شايف قطعه حقيقيه. خلاص. الماتيريال هنا بصوا الحواف دي، ده مش واقعي. انتوا معايا؟ ده مش واقعي. بس خلاص. محتاجين بقى الحاجات دي، ده يتعمل ازاي؟ انا عارف القطعه دي قرفتك عشان بقول ليه واللي عليا، انت اصلا القطعه دي اساسا انت عشان تلاقيها اساسا يعني تعبتك. بس لو اتزنقنا قوي، انا بالنسبه لي اعملها موديلنج احسن. يعني لو عملت شيب ميرج وقصقصت
لاوبجكت واديت له بعد كده اكسترود، انا بصوا بديكوا حلول الموضوع اهو، بعد كده نعمل له اكسترود هيبقى عندي افضل من ان انا احطها بكده، وهتديني امكانيه تحكم في الجناب. ماتيريال الخشب هات ماتيريال حلو، انت مركب ماتيريال ولا هي نازله بالخامه؟ عشان كده مش حلو، فاهمني؟ بس الجزء بتاع التفاح ده الماتيريال هنا منوره معايا ياسمين في الحته دي، واضح يعني ان الماتيريال بنسبه كبيره تلاقي الماتيريال فيها سيلف الومينيشن او وهج ذاتي، فتديك توهج. فالموضوع هتلاقيه حلو في مشاهد ووحش في مشاهد. لو الشمس ضاربه هنا هيبقى عسل، طب لو انت حاطه في مكان بالليل هتلاقي التفاحيه منوره، تضيع الواقعيه. اوكي بس القطعه دي الاوبجكت ده حاجه من الاثنين، يا هو كبير قوي ضخم يعني سكيله بايظ، يا اما سكيل الصوره مع الزوم سحبه الكاميرا مش حلو. يعني في حاجه في الحالتين انا اللي ليا ان انا باصص الموضوع مش حلو، فاهمني؟ فاهرب منها ازاي؟ بان انا اغير الزاويه. ما هو انا عايز ابينها، ما هو انا ابينها وحشه ولا ما بينهاش خالص واشتري دماغي؟ ده انا بديك اضعف الايمان، لكن هو ده مش صح يعني. لا خلاص يبقى ابعد عنها وهي تبان لي من شوط تاني حلوه، احسن عندي ما عشان ابينها تطلع وحشه. فاهم قصدي؟ بس حاول دايما زوايا اخد الشوت بتاعك من زوايا المنظور اللي انت بتصور منه. يعني انا لو جيت صورت من هنا تجيب لي الشوت وانا كاني قاعد، ده للتبسيط. ده للتبسيط. صورت من هناك تجيب لي من وانا كاني قاعد، صورت من حته انا عند مدخل باب يبقى تجيبني وانا كاني واقف. عيشني معاك المود، بلاش تقطيعات في اماكن مش صح. القطعه دي مش مظبوطه، فاهمني؟ انا عملت ايه دي مثلا؟ الشوت ده كويس مثلا بنسبه كبيره، مع ان انا شايف ان ده حاجه سيمتريه، كنت افضل ان ده يبقى مركزي مع الصوره اكتر، كان هيديني راحه بصريه. يا اما ياخد نسبه، يعني ياخد نسبه، ياخد تلت الصوره وتلتين، ربع وثلاث ارباع، ياخد نسبه. يعني حافظوا على النسب الواضحه. يعني وهقول لكم على حاجه تانية، بصوا ده عشان متاخد يعتبر كاني من وانا قاعد، الشوت شكله حلو ازاي؟ عشان انا باصص من عند كنبه، اخدان الشوت حرفه اللي يطلع لك المنظر في النهايه ان الدنيا حلو. بس ايه تاني عندنا؟ مثلا يعني ده ليا انا اوكي، بس مع العملاء انت تختار له واحده، ما ينفعش تحط الاثنين لان هو يقعد يقارن، ففي واحده هتغلب عليه نفسيا اكتر من الثانيه فيحس ان الثانيه وحشه، فاهمني؟ يا اما هتحيره. فانا انا لو انا هعمل ايه، انا هحط ده واحط ده واشوف انهي اللي احلى، ده اللي عاجبني اكتر يبقى استقر على ده. عموما ده زاويته افضل كزاويه، لكن انا عارف ان ده عندك عيب فيه، وهو انه ظاهر لك الجزء اللي انت اصلا مش مقتنع بيه كماتيريال زين، وانا عارف انه مش عاجبك، فاهمني؟ انت الاوبجكت ما صدقت لقيته بس خامته تعباك. انا الكلام ده ياسمين عايزك تشتغلي لي عليه. بس انا القطعه دي مثلا عجباني جدا، التوزيع الضوء اللي في المنطقه دي عاجبني جدا، واقعي، الضوء نفسه ضوء وخامه واوبجكت وسكيل بس حلوين. يعني دي من اهم النقط. اول حاجه تعملها، دي نصيحه اخويه لو عايز تمشي بالتدريج، اول حاجه ان انت تستثني الصور الوحشه. انت كده خلصتني من 50% من احساس ان انا عندي مشاكل في التصميم، انك مسحت الحاجات اللي مش حلوه، فاهمني؟ اخترت الحاجات الحلوه بس، بعد كده نبدا نشتغل عليهم بس. خلاص بس كده. طبعا الجزء ده مش عاطفي خالص. سكيل والقصه والبتاع، يعني في حاجه مش عايز اقول كده بس يعني بعدين بقى اقول. خلاص بعدين اقول. بس خلاص.